بداية اللقاء في هذه الأثناء على يمين الشاشة المنتخب الوطني المغربي بالقمصان بلون الأبيض. حذاري من هذه الفرصة مع بداية اللقاء. التدخل، كرة دائما للمنتخب الوطني، حارسة المرمى المنتخب الوطني المغربي. المرور بهذه الطريقة، الحكمة تعلن عن خطأ. محاولة المرور، العرضية قادمة، تفضل المراوغة بطريقة كانت ممتازة رائعة في اللقطة الماضية. المراوغة كانت ممتازة في اللقطة الماضية. فرصة عن الهدف الأول، خطأ لمنتخب عباس. هنا فرصة للمنتخب الوطني. حارسة المرمى ترفض، تنجح في التصدي لفرصة من أبرز الفرص، بل هي الفرصة الأبرز للمنتخب الوطني في أول 9 دقائق من عمر اللقاء التي تتواجد في المنصة الرئيسية لهذا الملعب. هنا فرصة للمنتخب الوطني، تدخل من الدفاع. هنا محاولة، فرصة للمنتخب التنزاني، تسلل، العرضية، فرصة، كرة خارج الملعب، ركلة مرمى للمنتخب التنزاني. سكينة تراوغ، عرضية، يتواصل الضغط، يتواصل البحث. المنتخب قريب من التسجيل، نعم كما توقعت، نعم قريب من التسجيل، ويسجل ابتسامة جريدي، ترتقي عاليا وتسجل الهدف الأول لمنتخبنا الوطني المغربي. ابتسامة جريدي تبدع، ابتسامة جريدي تتألق، كانت بدون أي مراقبة في اللقطة الماضية، استفادت طبعا هنا اللقطة، هنا الإعادة. الكرة ضاعت، عادت للمنتخب التنزاني. هنا التسديد، الكرة تصطدم بلاعبة المنتخب الوطني، خرجت ركنية لمنتخب تنزانيا. الشوط الأول 15 دقيقة، سنتابع هدفا آخرا للمدرب أن يترك الكثير من المساحات أمام جريدي والشباك. العرضية تنفذ، الركنية، فرصة، إمكانية التسجيل ضاعت. تصويب، المرور، المراوغة، هنا التحضير، البحث، التسديد. أين أرسلت الكرة في اللقطة الماضية؟ سكينة لم تكن موفقة، تسديدة بدون دقة خارج الملعب، ركلة مرمى. اللقطة الأحمري تحاول تمرر بهذه الطريقة العرضية، لكنها لم تنجح. ابتسامة جريدي كانت رائعة في لقطة الهدف. هنا تسديدة تصل سهلة لحارسة المرمى خديجة أرمي. محاولة جديدة، فرصة ضاعت، التدخل، خطأ في الإبعاد، إبعاد الكرة. التسلل كان حاضر في اللقطة الماضية. تنزانيا، محاولة المرور، المراوغة بهذه الطريقة، كرة دائما لمنتخب عرضية بهذه الطريقة. حذاري، هدف التعادل لفائدة ولمصلحة المنتخب التنزاني في الدقيقة 43 عن طريق لاعب كاسونغو. لونياميلا تسجل هدف التعادل لكسب النقاط التي تفيد على مستوى الترتيب الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا. فرصة التسجيل، فرصة ضاعت، كان هناك اصطدام. سلامات تعرض للمنتخب التنزاني، يضغط المنتخب التنزاني في هذه اللحظات. رميشي تتدخل في الوقت المناسب بفائدة ولمصلحة المنتخب الوطني، القادر على التسجيل وعلى الوصول للشباك. محاولة، فرصة للمنتخب الوطني، التدخل.
خطأ محاولة لمنتخب تنزانيا. عذيري التصويب، تسديد بهذه الطريقة. منتخب تنزانيا مستواه تحسن كثيرا مع هل سينجح؟ قد يتمكن من الوصول للمرمى. هدف، نعم، جول 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 جول. الهدف الثاني في الدقيقة 56 ينجح المنتخب الوطني. برافو، المنتخب الوطني يسجل الهدف الثاني. جسام جريدي مرة أخرى تواصل الإبداع في هذا اللقاء، كانت في المكان المناسب. هنا اللقطة الماضية عرضية بهذه الطريقة عن تعديل النتيجة. هنا فرصة للمنتخب التنزاني، محاولة، فرصة جديدة، إمكانية التسجيل. تأخرت كثيرا، تأخرت تنزانيا. هنا فرصة، محاولة، إمكانية التسجيل. المنتخب الوطني اللواتي يحاولن في هذه اللحظات الوصول مرة أخرى لمرمى المنتخب التنزاني. تنجح في التصدي حارسة المرمى، إمكانية التسجيل. كرة بعيدة كل البعد خارج الملعب. ركلة ثانية قريب من التسجيل، قد ينجح في هذه اللحظة التسديد. الهدف الثالث، جول 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 في دقيقة 73. الهدف الثالث للمنتخب الوطني. غيزلان الشباك التي تنجح في زيارة الشباك تسجل الهدف الثالث للمنتخب الوطني المغربي. تصبح النتيجة 3 أهداف مقابل هدف وحيد لمنتخب تنزانيا. كرة في وسط الملعب، محاولة، كرة تصل سهلة، محاولة، فرصة للمنتخب الوطني. الحكم المساعد رفعت الراية، تسلل للمنتخب الوطني. العرضية، إمكانية التسجيل. الهدف الرابع، رابع الأهداف مشاهدينا الكرام للمنتخب الوطني المغربي. تنجح في التسجيل كنزا شابيل التي دخلت قبل لحظات تسجل الهدف الرابع للمنتخب الوطني المغربي في مرمى منتخب تنزانيا. هنا الهدف، هنا الإعادة، هنا اللقطة، هدف